يا مساء الخير والعافية حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم بناتي؟ هنا الفيديو راح نبدي من تشريب الباجليت، وش يسمونها، ثري تشريب معروف، كل وحدة ولها تسميتها. طبعا بناتي انا بنات اخويا من ينزل من الدوام يشتهي خطي هاي الاكلات. هو من نوع ما يحب ياكل الا بالبيت والا طبخ ماما، يعني ابد حتى طبخ زوجته ما يحبه، يعني ما يحب ياكله وما يحب ياكل من طبخ اي واحد الا ماما. فبالدوام خطيه محروم، ما ياكل، يعني لو اشتري من الحانوت ابد يعني يجي جوعان يشتهي هواي اكلات. فماما خطيه ابد توقف له وقفه، يعني تحسب الاسبوع اللي يريد يجي بيه خطيه وقفت له وقفه. نقول خطيه ما ياكل هو، يعني حتى يجينا ضعفان والله، يعني الحانوت وشير يعني ما يحب اكل البر، هو ذا يوصي وياكل، هو دورة عنده يعني بعد ما الضباط، فخطية عذار على أكل الحانوت. وهنا بنات سويت له أطيب باجلة، شوفوا تجنن والله بنات، وألف عافية على قلبه حبيبي أبو علاوي أخويا الغالي. شوف هنا قدمت لها ماتين طرشي ويا زلاطة وليمون، ومو هالقد ويا ليمون بس هيك ضفنا إلنا بنات. وهنا أنا ثاني يوم مجلس أهلي ملاية، ثاني يوم بالليل تقريبا الساعة 9 بالليل. وهنا ماما جابت مسواق، ومن ضمن المسواق جابت تراك الإيليا، يعني تراك سود. وهنا أول ما بديت أثرم جابولي هاي البقلاوة وهم ماتين جابولي موطة، قلت لهم شنو هاي المدادات؟ قالوا لا انت تثرمين تعبانة. المهم بنات ماما راح تسوي كباب، يعني مال القاسم، صوان القاسم كباب، يعني هي بيوم القاسم هذا طبعا. بس شنو سوت من كل شي، يعني وزعت. شوفوا هنا خبز العباس، مو خبز، سوينا احنا كباب وللقاسم هماتين. شوف قالت تريد مثل كبابش بالضبط اللي سويتيه، لان هي ضاقته كلش طيب عجبها. المهم سويت مثله. شوف بنات هنا خليت بهارات الكباب، وهنا فلفل احمر هو حار، وهنا الكركم. بس بعد شنو حسب ما انتو تردون، انا يعني تضعفون الكمية كيفكم. هنا كملته خليته على صفحة. شوفوا هنا قبقته شوية وراح نبدي نقلي. شوفوا بنات هنا حاطين طاوة بدي نقلي، لأن مجلسنا بالليل. وهاي مرت اخوي الله يعطيها العافية قاعدة تثرم، يعني من كل شي من كل واحد تسوي له حاجة. شوفوا هنا بنات هماتين نقلي ونطيهن يسوين باللفات، الله يعطيهن عافية يا ربي، ان شاء الله يعطيهن مراتهن. ومن هذا الفيديو بنات كل من ما عندها ذرية بحق القاسم بحق العباس، اي والله يملي حضنها سنة تجي. وطلاب المدارس يا ربي تنجحهم وتوفقهم. شو بنات هاي منا من فوق خذتكم لقطة. بنات بعد ما خلص المجلس اخوي قال يلا بدي. طبعا خلص المجلس فوق 12 هيجي، تعرفون بعد نسوان يظلن قاعدات ما يقومن، صديقات ماما. المهم شكو وين رايحين؟ قال لا للزيارة، رحنا لموسى بن جعفر. لا يا معود، قال ابد. وفعلا بنات يعني عبالك الدنيا نهار، يعني الناس موجودين وهاي قاشين، يعني انا ما احب السهر، يعني ابد ما احب السهر. شوف بنات الحضرة ترد الروح البرودة، قلت لهم بعد ما طول جبتونا خلونا نام. المهم بنات هنا تقريبا الساعة 3 نزلنا اكل بالمطعم، ناس اخذت كباب شاورما ورجعنا. طبعا بس يعني شنو ميتة تعب ونعاس. رجع حبايب قلبي جبت حلويات، والله ما ادري بنات مصورات. يلا حبايب قلبي اشوفكم بخير، باي باي.